مرحبا، رح نعمل اليوم حلا بأجواء الحر. بنحتاج للأشياء الباردة. عندي هون 4 كاسات من الحليب، أضفت عليهم كاسة من السكر، دوبت السكر بالحليب، شغلت الغاز، وعندي هون 5 معالق من النشا. طبعا رح أضيف عليهم من نفس الحليب حتى ما تزيد الكمية. هون دوبت النشا بالحليب وأضفته على الحليب، رح ضلني أحرك حتى يجمد. أضفت هنا ما يعادل معلقة من ماء الورد أو ماء الزهر أو فانيلا، اللي عندك موجود استعمليه. مجرد ما حصلت على هاي الفقاعات بعرف إنه هي صارت عندي جاهزة. سكبتها بهذا القالب الكيك، ممكن تسكبوها بأي قالب موجود عندكم. قطعت هون قطع من الموز، وزعتها فوق المهلبية. رح أعمل هلأ الخلطة الثانية، اللي هي عبارة عن كمان 4 كاسات من الحليب وكاسة من السكر. دوبتهم كتير كويس. أدوب هلأ الكاستر نفس الشي بالحليب اللي موجود عندي. باخد مقدار مغرفتين من الحليب وبدوب فيه الكاستر. طبعا هون كان مقدار الكاستر عبارة عن 5 معالق من الكاستر. أضفتهم فوق الحليب، بضلني أحرك فيهم لحد ما يجمد عندي. هيك صار عندي الفقاعات، عرفت إنه هيك صار جاهز. أضفته فوق الطبقة الأولى، وزعته بالتساوي، وراح أتركه لحد ما يبرد برا التلاجة. بعد ما يبرد راح أحطه بالتلاجة مجرد ساعة أو نص ساعة. وهي هون بعد ما طلعته من التلاجة صار جامد. قلبته. طبعا الكاستر بيحتوي على الموز، وراح أزين هلأ المهلبية بالجوز وجوز عين الجمل وبالقرفة، لأن المهلبية بتحب هاي الخلطة. وبهيك بتكون صارت عنا جاهزة. راح أقطعها قدامكم تشوفوا قديش متماسكة. طبعا كتير بأجواء الحر بنحتاج لأشياء باردة وخفيفة ومتناول اليد، يعني ممكن نعملها بأي وقت. إن شاء الله بتعملوها وبتعجبكم، وبتمنى منكم لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكل اللي بيدعموني دائما بالقناة.